ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ دلوقتي هي طلبت معايا ان انا اكل كيكه فانيليا. تمام، طلبوا معايا خلاص، فانا اوريدي هعمل. عندنا هنا بيضتين، وعندي هنا كوبايه الا ربع سكر. تمام، نحطهم مع بعض. وهنا عندنا ربع كوبايه زيت. هنيجي ايه نضرب كل ده في بعضه كده، وهنفتح مضروبنا اللزوز ونبدا ايه نضرب كده. هنقعد نضرب بقى سواء يدوي او كهربا، بس انا يعني استسهلت سيكا. هنقعد نضربه شويه حلوين كده واجيب. هنزل بكيس الفانيليا او فانيليا سايله اللي عندكم براحتكم. ده مش بيتفتح الكيس ده. نضرب 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 فيها كتير لحد ما لونها يصفر كده او يفتح سيكا. بعد ما وصلت معايا باللون ده كده، هنبدا بقى نحط ايه الدقيق. عندي هنا كوبايه دقيق، انا نخلاها كده كده اوريدي، بس انتوا يعني يفضل انتوا تنخلوها وانتوا بتحطوا. عندي هنا معلقه بيكنج باودر صغيره، وهنحط رشه ملح، وهضرب كل الحاجات دي كده. بصوا بقى هي تقيله ازاي. الخطوه الجايه دي بقى يا بنات نركز فيها. عندنا نص كوبايه لبن، وعندنا بتاع 3 معالق زبده او سمنه بقى المتاح عندكم يعني، بس انا هستخدم الزبده عشان بحب طعمها في كيكه الفانيليا. فهنحطها على اللبن كده، وهنخلي الزبدة او السمنة تدوب في اللبن. فانا هسخنهم في الميكرويف، انتوا بقى سخنوهم على النار اللي ما عندوش ميكرويف. بصوا انا طلعت اهو. بصوا هنبدأ بقى نقلب كده لحد ما السمنة دي الزبدة او السمنة تسيح خالص. وبعد ما ساحوا معايا بقى خالص واتأكدت ان هم ساحوا كده، هبدأ انزل في البتاع دي، في بقية الخليط ده وهو سخن عادي. يعني هننزل كده، نجيب دي كده، هننزل عادي وهي سخنة، وهنبدأ بقى نقلبها بقى. بصوا يا بنات القوام ده هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. لقيتوها بعد ما عملته ان هي خفيفة، عشان انواع الدقيق زي ما قلت لكم قبل كده بتختلف. خفيفة هتزودوا لها معلقتين دقيق وتقلبوا لحد ما توصلوا للقوام بتاع الدقيق الكيكة اللي انتوا عارفينه. انا دلوقتي بقى هحطها في القالب. عندي القالب ده كده، هندهنه بقى من الجوانب ومن كل حاجة كل حاجة. هنزل بيه كده في القالب. نسيت اسخن الفرن. وبعد ما حطيناها كده بقى في القالب، هنكون مسخنين الفرن وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 35 ل 40 دقيقة. نبدأ نحطه. يلا نبص عليها. بصوا يا بنات كده انا قعدتها 40 دقيقة بالظبط. يلا بينا نتست كده من النص. اهي كده طالعه معانا تمام، يبقى مفيش اي حاجه وكيكتنا استوت اهو يا جدعان. بعد ما قلبته نقطع لنا حته كده. هي سخنه مش عارفه اقطعها دلوقتي اما تبرد شويه. بصوا يا بنات اسفنجيه خالص وجميله قوي يعني بجد. تحسوا ان هي عامله زي كيكه الزبده اللي بتتباع دي. جامده.